يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بنشوف الفيديو. بصوا بقى النهارده نعمل طبق كده من اطباق المطاعم، طبق كده شيك وسهل وسريع ومش هياخد منك اي وقت. خلاص هنعمل سلمون، هنعمله مع الباستا. تعالوا بقى اول حاجه هبتدي ان انا كده اقطع طماطم مكعبات. هو مفروض الطريقه اللي هي الشاري توماتو، خلاص بس انا ما عنديش، واحنا اتفقنا ان احنا نتصرف صح ولا لا. لما نقطع الطماطم مكعبات مش هيجرى حاجه، يعني مش هيحصل حاجه. خلاص بس انتي لو عندك شاري توماتو حطيها، ما عندكيش خلاص هاتي يا حبيبتي الطماطمية بتاعتك العاديه بتاعت السلطه ولا بتاعت اللي بتضربيها في الخلاط وقطعها مكعبات بس كده خلاص. ازاي بشيل الجلدة بتاعة السلمون؟ بعمل بجيب مية مغلية واروح صباها على الجلد. خلاص بس عايز الموضوع ده يبقى سريع، لانه ممكن مع المية السخنة بتلاقيه ممكن من تحت كده استوى شوية، يعني حركتك تبقى سريعة. بصوا بيتشال بكل سهولة. المية السخنة بدل ما بتمسكي السكينة بقى وبالراحة بتشيلي الجلد، لا، مية سخنة وبيطلع على طول بسرعة. خلاص قطعته زي ما انتوا شايفين كده قطع. الحتت البيضة دي بيضت لان طبعا يعني المية السخنة جت عليها. خلاص هبتدي بقى ان انا اتبل السلمون بتاعي. جبت توم باودر. خلاص هبتدي ان انا اوزعه كده على السلمون كله. وعندي بصل باودر، وعندي اوريجانو، احلى حاجه في السلمون ان هو ما بياخدش وقت. بابريكا، عايزه مدخنه عايزه عاديه، دي عاديه. خلاص رشه من الفلفل الاسود وملح طبعا. تمام رشه كده من الشطه اختياري، يعني لو عايزاه سبايسي. تمام وعملت له مساج كده من تحت ومن فوق. تمام وجبت الوok بتاعتي حطيت فيها زبده، وهبتدي ان انا احمر السلمون بتاعي من ناحيتين. خلاص عايزه لون ذهبي كده حلو. السلمون طبعا صحي خلاص، وفي نفس الوقت ما بياخدش يعني وقت خالص. يعني لو شوحت شريحتين كده جنبيها سلطة الموضوع خلاص. خلاص ادينا بقى اللون حلو كده، حطيته بقى على جنب. هشيل كمان دول. في نفس الوok بتاعتي هزود مكعب كده من الزبدة. تمام عشان نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. خليكي معايا للآخر عشان هنعمل حاجة حلوة قوي هتعجبكم. خلاص حطيت بقى كام فص كده من الثوم الفريش، وهنزل بالطماطم المكعبات. اوكي هبتدي اشوح الطماطم كده مع الثوم. لو عندك سبانخ كمان او البيبي سبانيش دي بتحطيها معاه بتبقى تحفة تحفة تحفة. يعني قبل ما تحطي الكريمة شوحي كده السبانخ مع الطماطم والثوم في الزبدة، وبعدين انزلي بقى بالكريمة. خلاص هنحط التوابل اللي احنا حطيناها تبلنا بيها السمك اللي هو السلمون. هتبتدي ان انتي تتبلي برضو الصوص بتاعك، تبهريه كده بنفس البهارات اللي احنا حطيناها على السلمون. خلاص اللي هي البصل باودر، توم باودر، بابريكا، كل ده. بس انا ضفت هنا بشر ليمون كمان، بحب قوي مع الصوص بتاع السلمون
بشر ليمون، عصرة ليمونة كده يعني. بشر الليمون طبعا بحطه في الاخر، بيدي نكهة كده حلوة. وطبعا احنا عارفين الليمون مع الاسماك بيبقى خطير. وابتدي ارجع بقى شرايح السلمون بتاعتي في ايه الصوص اللي انا عملته. اوكي بصوا، ده في الاخر كده رشة من البقدونس، كزبرة، اي حاجة خضرة عندك، ايه كزبرة وبقدونس ورشة كده. وبعدين كمان حطيت شطة. تمام. بس كده خلاص. وحطيت لما قدمت الطبق، يعني لما عملت الطبق، غرفت مكرونة سلقتها عادي، حطيت شرايح السلمون وحطيتها على المكرونة وشوية من الصوص ورشة من البرمجان. خلاص خلصنا الوصفة بتاعتنا. تعالوا بقى نخش على الحلو. عندي كوباية من اللبن، لبن عادي اللي هو اللبن مش الزبادي. اللبن بحط عليه عصرة ليمون وبحطه على جنب، كوباية. تمام. وبعدين بجيب بقى تفاحتين ونص كوباية من السكر البني ومكعب كده من الزبدة، يعني بتاع معلقة كبيرة خلاص من الزبدة، واحطهم على النار يتكرملوا. وبعدين هجيب عندي 3 بيضات. اوكي، انتي لو عندك لبن رايب اوكي، عايزين كوباية. انا ما عنديش لبن رايب، فعيرت كوباية لبن وعصرت عليها كام نقطة ليمون كده وبسيبها، او حطي خل. تمام. عندي 3 بيضات، كوباية من السكر العادي، وايه بضربهم بقى كويس. عندي بتحطي على التفاح اللي بشرتيه، اللي هو التفاحتين بشرناهم، وحطينا عليهم نص كوباية من السكر البني، وحطيت معاهم مكعب زبدة، وحطيت كمان معلقة صغيرة من القرفة. بصوا، هو اللي غمقلي الكيكة، ان السكر البني بتاعي غامق. يعني انا يعني بحب استعمل السكر البني الغامق، لان في الكوكيز وكده بيديني لون حلو. المهم، حطينا ايه على البيض بقى والسكر؟ حطينا ربع كوباية من الزبدة، وهنحط كمان ربع كوباية من الزيت. خلاص. طبعا الزيت مع اللبن الرايب، تخيلوا انتوا الكيكة دي بتكون طرية قد ايه وتحفة. تمام. يبقى ربع كوباية من الزبدة وربع كوباية من الزيت على 3 بيضات وكوباية من السكر العادي اللي هو الأبيض. خلاص. وما تنسيش الفانيلا. تمام. ونضرب الخليط ده كله مع بعض، وننزل طبعا بكوباية اللبن أو كوباية اللبن الرايب. لو لبن عادي زي ما قلتلك بتحطي نقطة خل أو بتحطي كام نقطة ليمون. عندي بنضرب السوائل مع بعض كويس جدا، وبعد كده بنزل عليهم بكوبايتين من الدقيق منخولين، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ورشة ملح. تمام كده. يبقى المواد الجافة عندي كوبايتين دقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعندي ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ورشة ملح. دي المواد الجافة بتاعتي. تمام كده. هنضرب بقى الخليط كله. خلاص. انتي لو عندك السكر البني بتاعك فاتح فهيبقى تحفة معاها، مش هيغمقلك الكيكة. لكن طبعا السكر بتاعي غامق مع القرفة، فتحسي ان غمقت قوي. هحاول اجيب المرة الجاية اجيب سكر بني فاتح، وهعملها تاني واوريكم. خلاص. بس طبعا الكيكاية دي من الكيكات اللي هي بتاعت الكيك الشتوي، يعني زي ما احنا بنعمل كده متعودين كيكة البرتقال في الشتاء، جربي كيكة التفاح بالقرفة، خطيرة. ولا الريحة بقى في الفرن، يا خرابي. العيال بيقولوا لي ماما انتي بتعملي سينامون، احنا شامين سينامون. خلاص. عملنا الخليط بتاعنا كده، بصب نص الخليط بتاعي. اوكي.
وهنزل بالتفاح اللي احنا حطيناه على النار مع السكر والزبدة والقرفة. خلاص هوزعه كده. تمام. هنا طبعا الكيكة كلها قشري هي اللي عاملاها، انا بس ايه واقفة جنبها يعني بقولها تعمل ايه. خلاص هنبتدي ننزل بقى بنص الكمية التاني اللي هو الخليط بتاع الكيك بتاعي. اوكي. طبعا الفرن والع على 180. اوكي. جربي الكيك ده هيبقى تحفة معاكي، هيعجبك جدا. خلاص كده ما شاء الله كانت تحفة. يعني بتاخد بتاع 45 دقيقة لساعة، يعني هو مفروض لساعة كويس، ساعة كويس. ماشي. هنا بقى بحط ايه، حاجة بنحطها على الوش. هنعمل اللي هو الكرامبل. الكرامبل ده عبارة عن دقيق، نص كوباية من الدقيق ونص كوباية من السكر، بيكون سكر بني برضو. وعندي قرفة وزبدة. زبدة بتاع مثلا، يعني انا عايزة المكون ده يكون عامل زي ايه، الرملة المبلولة. فاهمين قصدي ازاي؟ بس بتقول ايه يعني اعمل بايدي، بقول اعملي بايدك. الزبدة تكون طرية وتخلطي المكونات كلها. يعني لو لقيتي الخليط بتاعك ناشف شوية او دراي كده، مش عامل زي الرملة المبلولة، زودي زبدة. تمام. هبتدي ان انا اوزعه كله من فوق كده. ده لو حبة، يعني لو عايزين ده يعني حاجة كده زيادة، لو عايزينها اوكي، مش عايزينها ما تعملوهاش. خلاص. يبقى كمية الدقيق زي السكر. ممكن تجربي في ربع كوباية دقيق ربع كوباية سكر بني، وتحطي زبدة، وزي ما بقولك الزبدة تكون طرية، وتحطي قرفة، وتبتدي ان انتي تفركي الخليط ده لغاية ما يبقى زي الرملة المبلولة، وتوزعيه فوق ايه الكيكاية. عايزة تحطي الكيك على كده من غير الكرامبل، خلاص مفيش مشكلة. تمام. انا بقى كنت عايزة احط مكسرات على الوش، جت بقى قشري تقولي ايه، حطي في الهاف بس، ما تحطيش عليها كلها. قلت لها ماشي. قلت لها مش انتي بتقولي ما بتحبهاش، خلاص بقى سيبيني بقى احط المكسرات براحتي. تقولي طب هدوق، ما انا هدوق، ولو دقت وعجبتني اعمل ايه؟ فحطي في النص بس المكسرات وما تحطيش في الباقي. قلت لها ماشي. خلاص. اخدت معايا ساعة في الفرن. اوكي. بس وحط بقى شوية توفي، حطي كراميل من على الوش، بتبقى خطيرة. ويا سيدي بقى لو تاكليها سخنة ومعها بولة ايس كريم فانيلا، بصي هتوديكي في حتة تانية خالص. يعني قدمي بقى الكيكاية دي مع بولة ايس كريم، يعني الكيكة تكون سخنة وبولة ايس كريم، بصوا كده خطيرة. بصوا التفاح في النص، زي ما بقول لكم اللي مغمق الكيكاية بتاعتي السكر بني قوي، يعني بني غامق. خلاص. جربيها بقى وقولي لي ايه رأيك. بس ايه، هاتيلك بولة ايس كريم واضربي بقى وهي سخنة، القرفة مع التفاح. طبعا انتوا متخيلين الريحة كانت عاملة ازاي. اوكي. اللبن الرايب بيديها طراوة. تحفة تحفة، هتعجبكم. جربوا، ما تنسيش اللايك. يلا اشوفكم مرة تانية في وصفة تانية. باي.